الناس بتعمل ملايين من منتجات غريبة الشكل، وبما اني واحد عاشق للنيش الغريب او الحاجات الغريبة اللي بتتباع اونلاين، فانا قررت اعمل شوية حلقات كده على اغرب منتجات انت ممكن تشوفها بتعمل فلوس وبتعمل ملايين من ناس فاتحة بيزنس من البيت. فمن غير ما اطول عليكم، انا اسمي خالد رضوان، عندي اكاديميه معتمده من انجلترا وفيها اكتر من 1500 طالب، وبساعد الناس ازاي تعمل فلوس اونلاين في التجاره الالكترونيه، سواء في السوق المصري، في السوق الانجليزي، في السوق الامريكي، اوروبي، ايا كان ايه هو السوق وايا كان ايه هي المنتج اللي هتبيعه. ويلا بينا نبدا. انا عملت فيديو من كام يوم كان على انستجرام، واتخضيت من عدد الناس اللي شافت الفيديو وكومنتد عليه. الا هو ايه؟ فيديو ليه علاقه بالشرابات، وكنت بتكلم فيه عن واحد عمل 4 مليون جنيه مصري عشان بيبيع شراب عليه شكل معين. فانا قررت طالما الفيديو عجبك قوي كده، فقررت ان انا لازم ابدا اعمل شويه حلقات افهم الناس هي الفلوس دي بتتعمل ازاي فعلا، او المنتج ده اصلا احنا ممكن نعمله ازاي من بيتنا ونبيع لناس في امريكا وفي اوروبا وفي اي بلد انت عايزها. تعال خدكم بقى واحده واحده كده ونبدا مع بعض عشان نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجه بقى انت محتاج تعرفها ان كل حاجه بتبدا من المنتج نفسه. عاده الناس دي اكتر حاجه بتاخد فيها وقت وبتاخد فيها مجهود، وانا عارف قد ايه الموضوع ده مرهق ذهنيا وعصبيا وبيعمل مشاكل كتير جدا للناس، لان هي في الاخر بتموت كل حاجه او كل الاحلام اللي عندها انها ممكن تعمل بيزنس اونلاين، بيموت لما بيقعد بس اسبوع واحد مش لاقي منتج ان هو يبيعه. وهتلاقي ان انا عندي كذا فيديو بيتكلم عن الموضوع ده، وكذا فيديو بيقول لك انت ازاي ممكن طبعا انك تلاقي منتج تبقى انت عايز تبيعه او ترندنج جدا في السوق دلوقتي. بس لوقت الفيديو خليني اقول لك على تول من التولز اللي انا شخصيا بستخدمها، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وهي تول اسمها مينيا. مينيا هو عباره عن ويب سايت، هو كل اللي بيعمله ان هو بيتيح لك الامكانيه انك بدل ما تقعد بالاسابيع تدور على برودكت عشان تبيعه، هو بيديك كل حاجه في داشبورد واحده. يعني كل اللي عليك تعمله انك مجرد ما بتعمل لوج ان وبتعمل اكونت، وسايب لكم لينك فيه 50% خصم لو انت عايز تستخدمه، تقدر ساعتها تعمل كل حاجه انت عايزها، من انك تدور على منتج، انك في الاخر تشوف الكومبيتيشن بتاعك، تشوف كل واحد اونلاين بيبيع المنتج بتاعك بأنهي شكل اعلانات. وخلي بالك دي من اهم النقط اللي هو بيعملها، لان انت عاده حاجه زي كده ممكن تاخد معاك ايام واسابيع وشهور عشان تلاقي المنتج اللي انت عايز تبيعه. فهو يعتبر بفلوس، لكن بيوفر لك وقت ومجهود كبير جدا جدا جدا. وخلينا صراحه، انت في الاخر عشان تبيع حاجه اونلاين انت يهمك جدا تعرف الناس لما بتيجي تكسب بتكسب باعلان شكله عامل ازاي، بويب سايت شكله عامل ازاي، او طريقه الصور والعرض بتاعت الحاجه، لان هو ده الاسلوب الوحيد عشان تبيع حاجه اونلاين. فرجوعا بقى الحاجه، انا جيت على امازون في مره من المرات او من كام اسبوع كده، وكتبت سوكس فور كامبينج، وبعد كده لقيت كذا منتج، ولقيت واحد منهم طبعا انا مستحيل اطلع نفس البرودكت اللي انا كنت طلعته في فيديو الانستجرام، لكن تعال نشوف حاجه من الحاجات اللي هي بتبيع كتير جدا. ممكن نيجي على هنا فيتشرد برايس افريج بيست سيلرز، تعال نتك على بيست سيلر ونشوف ايه هي الشرابات اللي هي ممكن تبيع، وهقول لك ازاي انت ممكن تعمله. طيب انا ما لقيتهاش هنا، تعال نشوف انا كتبت ايه تاني. ممكن اكون كتبت برنت اون ديماند سوكس، ده بيع كام؟ ده بيع 4400. حلو ده. طب ده كلام ظريف. 38 2600 if you can read this bring me coffee. حلو الكلام. تعال بقى ناخدها واحده واحده وناخد اي برودكت قدامنا ونشوف احنا هنعمله ازاي. ده مثلا واحد، انا بص انا هختار دلوقتي معاك حاجه انا اول مره اشوفها، تمام؟ وهفهمك هو ليه بيع ب 2600، وهفهمك واحده واحده انت ممكن تعمل حاجه زي كده ازاي. هنفترض ان احنا خدنا حاجه زي كده، ده شراب. حلو. الشراب ده مكتوب عليه if you can read this bring me coffee. كلمه ظريفه هاديه، اي بنت او واحده تبقى قاعده مثلا في حته وجوزها بقى يجيب لها القهوه وبتاع مش عارف ايه، الكلام اللذيذ ده كله. طيب هنعمل ده ازاي؟ اولا هو فكره ان انت تكتب حاجه زي كده على الشراب دي فكره حلوه قوي، لان هي فكره مختلفه وفكره جديده. بس هل هي فكره في الاخر تبيع؟ تبيع، لان انت بطريقه غريبه وبطريقه مش مفهومه قوي لحد ما بتقول لحد هات لي القهوه. فمن غير ما اقعد اشرح كتير اكيد انت فاهم الموضوع زي ده. بس الشراب نفسه ممكن لما بنت تشوفه تبقى حابه انها تشتريه، او حابه انها تجيبه هديه لحد. فبالتالي انك تطلع اصلا بفكره انت ممكن تطلعها من وانت بس بتبص على امازون او بتبص على مينيا زي ما انا قلت لكم من شويه. فهنفترض ان احنا هو ده الحاجه اللي احنا عايزين نبيعها، وعندك هنا الوان وبيباع هنا ب 10 دولار. طبعا السعر بتاع ال 10 دولار ده في الاخر مش ده اللي هنبيع بيه، هنبيع باكتر من كده كمان عشان نعرف نكسب. ولما تيجي تقول لي طب انا ازاي هبيع ب 30 وهو بيبيع ب 10؟ باشا كل الاسواق شغاله، فما تشغلش بالك امازون بيبيع بكام، ده عنده 350 عميل. اشغل بالك بنوع الاعلانات، وانك تعمل برودكت محترم عليه كلام كويس
يبقى حاسس ان انت الناس هتبيعه بالارقام وبالستاتستكس. فبمعنى مثلا انت ممكن تقول هنا تيجي عند تشات جي بي تي وتقول له مثلا how many girls مثلا in USA loves coffee. طيب انا هنا بعمل ايه؟ انا بحاول افهم هل البنات بتحب القهوه اصلا ولا لا. حلو. فهنا بيقول لك searching for coffee consumption women USA statistics. تمام. 75% of adults in US drink coffee. Around 73% of women in the US drink coffee. طب ده كلام ظريف. يعني انت بيقول لك ان 70% من البنات في امريكا بتشرب قهوه. فمعنى كده انت بتحاول انت تقول لنفسك ان القهوه بالنسبه للبنات في البلد اللي انت عايز تبيع فيها حاجه مهمه. فانت بتتاكد واحده واحده. طب تعال نخش على جوجل ترندز. تمام. وهنخش على جوجل ترندز ونكتب كلمه ايه؟ كوفي. خلاص. طبعا انا بكتب كلمه يعني عاديه جدا، لان طبيعي ان انت هتلاقي ناس بيعشقوا القهوه او بيتكلموا على القهوه. بس برضو عشان تبقى فاهم انا ببص ازاي على الحاجه. ادي يونايتد ستيتس لاست باست يير الديماند بتاعها بيعلى، يعني معنى كده ناس كتير بتكتب كلمه قهوه اونلاين، فدي حاجه في صالحك. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالى بقى نكمل ونروح على بلاتفورم اسمه برنتفاي. وعشان اوضح لك كده يا باشا احنا بنعمل ايه دلوقتي. برنتفاي هو بلاتفورم بيتيح لك حاجه او بيفتح لك مجال في بيزنس اسمه طباعه عند الطلب. يعني ايه طباعه عند الطلب؟ يعني ان انت في الاخر بتختار المنتج اللي عندهم، او برنتفاي ده عباره عن ماركت بليس، مكان في مجموعه من الموردين عندهم موبايلات، عندهم او جرابات الموبايل قصدي، هوديز، ايا كان المنتج ايه هو. بص يعني انت لو جيت تكيت على كتالوج بس كده اتفرج على كميه المنتجات اللي ممكن تكون عندهم كابات، تي شيرتس، سويتشيرتس، هوديز، بلانكت، يعني اي حاجه انت بتفكر فيها. وحتى الشرابات برضو موجوده، فهي موجوده عندهم. بتعمل ايه؟ هتعمل بس ساين اب، وهسيب لك اللينك بتاع برنتفاي تحت في الديسكربشن. وهو عامه بس عشان تبقى فاهم هو ببلاش تماما، ومش هتحتاج تدفع فلوس غير لو انت بتعمل اكتر من 10 اوردرات في الشهر، وهقول لك ازاي. فهو في الاخر كل الكلام ده بس هو موجود. انت كل اللي عليك تعمله انك تحط اللوجو بتاعك او بتحط الفريز او الجمله بتاعتك على الحاجه دي، ولما حد يطلب منك الاوردر في المحل بتاعك هو المورد اللي بيشحنه له. ولو انت تهت تقلقش، خليك معايا لحد الاخر عشان اوضح لك اكتر. فتعال نكتب هنا مثلا كلمه سوكس. حلو. كتبنا كلمه سوكس، لقينا ان هي دي الشرابات اللي عنده. يعني معنى كده ان كل شراب من دول انا ممكن اعمل عليه اي ديزاين. يعني بص كاتب لك ايه هنا، هو يور ديزاين. انت بتحط الديزاين اللي انت عايزه براحتك تماما. معنى كده ان انت ممكن تفتح لوكال براند كامل بالبراند بتاعك او بالكلام اللي انت عايز تكتبه وانت قاعد في بيتك. خليك معايا عشان ما تتوهش مني. طيب واحده واحده هنعمل ايه بقى دلوقتي. اول حاجه هنعمل ساين اب. بعد ما بتعمل ساين اب بالميل بتاعك بيبدا بقى ان هو يسالك شويه اسئله. واتس يور مين جول؟ سيل برودكتس. تمام. بعد كده دو يو هاف اني اكسبيرينس؟ هنقول له لا ما عنديش اي نوع من الاكسبيرينس عندي. هاو ماتش تايم دو يو بلان تو بوت ان ذس برنتفاي ستور؟ تمام. اي يعني انت مش محتاج ان انت ايه تقول له حاجه. يعني انت ايه coming to Printify as a business ولا ان جي او ولا سولو مش عارف ايه. بقى هتقول I make money selling online. I have sales no I don't know where to sell. بفكر ان انا هبيع في امريكا وده انسب مكان تبيع فيه. وهتبيع عن طريق ايه؟ تيك توك مش عارف ايه الكلام ده كله. هتقول له هبيع عن طريق شوبيفاي، وهقول لك ايه هو شوبيفاي وهنقول ده ليه. تمام. let's create your first product. يلا بينا يا باشا get started ونبدا. هي دي الداشبورد بتاعتك لما تيجي تخش على برنتفاي. هنروح على فيو برنتفاي كاتالوج ويبدا ان هو يلود ويدينا كل البني ادمين او المصانع اللي هم ممكن يكونوا بيبيعوا اي حاجه في الدنيا. فانت لو جيت على كتالوج هنا بص كميه الحاجات اللي انت ممكن تطبع عليها اللي انت عايزه لا حصر لها. يعني زي ما احنا شفنا سوكس اهي، شرابات موجوده، بيبي كلودينج، بوتوم، لونج سليفز، سبورتس وير، تانك توب، لونج، ايا كان الحاجه اللي بتفكر فيها فهي موجوده عندك. حلو. تعال نروح على سوكس هنا. let's create your first product. وبعد كده هتختار واحد من دول. ده $7، ده ب11، ده ب11، ده ب7. خلينا نروح للرخيص مش فارق معانا، وهنروح على ده وهيبقى عندنا ايه؟ ده الشراب بتاعنا اللي احنا هنبيعه. وتحت لو انت نزلت هتلاقي ان هو ده local USA provider. يعني ايه بقى local USA provider؟ يعني هو ده انسب واحد في امريكا. البرودكشن بتاعه يوم، الشيبنج $4، السايزز عنده من سمول لللارج،
زي الفل. يعني هو دلوقتي الشراب بيبيعه ب$7، انت في الاخر هتشحن جوه امريكا ب$4.40، فانت في الاخر لما تيجي تحطه ب25 هتكسب الفرق. حلو. هنا بروفايدر انفو، لو دخلت كده هتلاقي ان هو ايه اللي ان ستوك وايه اللي مش ان ستوك والكلام الظريف ده كله. وبعد كده بيقول لك شويه حاجات على المصنع نفسه. في الاخر ده المصنع هنشتغل معاه، وكم شويه حركات هنا برودكت ديتيلز على الموضوع نفسه، كوشن بوتم 3 ديفرنت سايزز، ماتيريال مش عارف ايه. وهيجي هنا وتقول له ستارت ديزايننج. ده اول حاجه بتعملها، بتبدا ان انت بعد ما فكرت في الفكره بتاعتك وقلت انت هتبيع حاجه، تبدا تديزاين البرودكت بتاعك. هنا فرونت ليفت ليج، بص انت كل حته في الشراب انت ممكن تعملها ديزاين. فرونت رايت ليج، باك ليفت ليج، وباك رايت ليج. عارف الباك اللي هو الجزء بتاع من ظهر الشراب، تمام، والحته اللي تحت، وهكذا. وكل اللي انت هتعمله انك بعد كده هتروح على كانفا، وهسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع كانفا، عشان هو ده المكان اللي انت هتبدا تديزاين فيه الحاجه بتاعتك. انا بالنسبه لي احسن لك مليون مره انك تشتغل مع ديزاينر، وانك وانت بتشتغل مع ديزاينر يعمل لك الحاجه. لان انت في الاخر لو انت مش ديزاينر، هو المنتج نفسه حلاوته في الشكل. فلو انت مش عارف تعمل شكل حلو بلاش تعمله. وطبعا لو انت قادر انت تعمل الكانفا برو يبقى احسن بكتير، عشان تساعدك انت تختار الديزاين بتاعك. فالنهارده مثلا لو انت جيت قلت له انت عايز تعمل ديزاين ايه، هنقول له ديزاين برودكت. حلو. فجايب لك اشكال كتير، بس احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نروح للتمبلتس احسن. لان في الاخر احنا عايزين نكرييت حاجه بالنسبه لنا غريبه شويه. برزنتيشن لازم ايه، لوجو، فلاير، بروشور، بزنس كارد، منيو، دوكيمنت، ويب سايت. شوف انت عايز تعملها ازاي. ممكن نتكلم ان احنا عايزين نعمل لوجو، واللوجو ده يبقى على الشراب، وهو ده الحاجه اللي هنبدا نكتب فيها. فبتختار عندك بقى حاجات اللي هي معموله بالذهبي، دي اللي هي بفلوس، والحاجات اللي هي ما عايش عليها اي نوع من اللي هي علامه التاج دي تلاقيها ببلاش. احنا بس للتسهيل كرييت ا بلانك لوجو، تمام، وهنحط اي حاجه قدامنا دلوقتي، مش فارقه هي ايه خالص. احنا بس انا بديك الفكره نفسها. هنفترض ان انت دلوقتي عايز تقول نفس الجمله، فاحنا عايزين الديزاين بتاعنا يبقى، انا مش ديزاينر، ففي الاخر بخلي حد ديزاينر هو اللي يعمل لي الحاجه بتاعتي. ممكن نقول مثلا بينك، وندور على حاجه بينك. حلو. وناخد مثلا حاجه زي دي، برينج مي. هو ايه الفونت ده وحش قوي. لا تعالى نختار واحد تاني. التكست تعالى نختار مثلا ده، برينج مي ماي كوفي. ماله عمل كده ليه؟ ده ديزاين اوحش من اللي قبله. حلو. يعني دي بقى عيب انك ما تبقاش ديزاينر وتحاول تديزاين حاجه. طب تعالى ناخد حاجه سهله بسيطه، الله يبارك لكم اهي. اتمنى دي تكون سهله وبسيطه. برينج، الله الله الله. وهنكتب هنا مثلا 20. فين الكلام يا جماعه؟ مي ماي كوفي. خلاص. وهنيجي هنا كده كده. حلو. وهنشيل دي وهنشيل دي، وهنخلي دي مثلا بالاسلوب ده. خلاص. خليها على 60. وهناخد الكلمه دي كده زي ما هي، وهنعمل شير. وبعد كده هنقول له داونلود، وهنداونلود بي ان جي سايز 1. هو سايز 1 بس اللي ممكن ننزله، عشان في الاخر هو احنا ما اشتركناش في كانفا برو، فعشان كده لازم تكون مشترك فيه. لو قلنا عملنا داونلود بيتعمل له داونلود دلوقتي حالا، وهو كده نزل عندنا. حلو الكلام. نرجع تاني على برنتفاي، ونيجي مثلا هنا داونلود ديزاين تمبلت. هو هنا بيقول لنا ده الديزاين تمبلت اللي هو محتاجه مننا. فهو هنا بيقول لك انا عايز حاجه 300 مش عارف ايه في كذا في كذا في كذا في كذا. طبعا انت تكون انت ماشي على الديزاين اللي هو بيدولك بالتفصيل. انا هحاول احط الديزاين اللي هنا. هنعمل ابلود ماي ديفايس، نقول له داونلودز برينج مي ماي كوفي، ادينج فايل تو لايبراري. اهو دخلناه هنا. بس طبعا هو الديزاين بتاعه صغير جدا، فهنكبرها كده ونعملها كده. حلو الكلام. هنفترض ان هو ده الديزاين بتاعك وخلاص للتسهيل، تمام. وهنقول له سيف برودكت. هنا هيقول لك كرييت مور برودكتس ولا فينيش ستور سيت اب. هنقول له بقى فينيش ستور سيت اب، تمام. كونكت تو اتسي ولا سي اذر سيلز شانل. طبعا اتسي ده هو مكان برضو الناس بتبيع فيه، بس احنا مش هنبيع على اتسي عشان هو مش مصرح ان احنا هنبيع فيه، واحنا من الشرق الاوسط يعني. فهنبيع على شوبيفاي. فسي اذر سيلز شانلز. عندك ده لا موست بوبيلر. هتقول له هنا شوبيفاي، وهتقول له كونكت. حلو الكلام. جميل. كرييت يور دريم مش عارف ايه الكلام ده كله. حاجه من اتنين، كرييت يور شوبيفاي اكونت ولا اد ذا برنتفاي اب. قبل بقى ما تعمل الخطوه الجايه دي، انت محتاج تبدا تعمل شوبيفاي ستور. تعالى بقى للجزء الثالث. انا سايب لك تحت في الديسكربشن اللينك بتاع شوبيفاي. شوبيفاي هو عباره عن مكان
بيساعدك ان انت تعمل ويب سايتس اونلاين بدون مساعده ناس. بمعنى ايه؟ ان انت في الاول خالص كان الديفلوبرز، واللي عارف طبعا معظم الناس اكيد عارفه شوبيفاي، بس اللي ما يعرفوش لما تيجي تكون بتعمل ويب سايت بتحتاج حاجه زي كودينج، حاجات كده كتير قوي، بتبقى محتاج اي تي عشان يعرف يعمل لك ويب سايت او ديزاينر. بس الى حد ما شوبيفاي النهارده بيساعدك ان انت حتى لو انت ما تفهمش اي حاجه عن الديزاين، في الاخر ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان انت عارف تعمل ويب سايت شكله ظريف نظيف. بس طبعا بنصح ان الناس تبقى بتعمل ويب سايت برضو مع ديزاينر، لان في الاخر ده شكل المحل بتاعك والواجهه بتاعتك. بس انا حابب برضو اوريك انت ممكن تعمل ده ازاي. اللينك اللي تحت اللي انا سايبه لك، انا عامل لك اوفر بتاع دولار لمده 3 شهور، يعني اكنك بتفتح المحل بتاعك لمده 3 شهور، بدل ما تدفع $100 هتدفع $3. وسايب لك اللينك تحت في الديسكربشن. وكل اللي عليك تعمله انك هتقول له ستارت فور فري، ولما تيجي تقول له ستارت فور فري بيبدا يقول لك اعمل اكونت جديد، ولما تيجي تعمل اكونت جديد هيدخلك على نفس الحاجه اللي هيدخلك عليها. بس انا دلوقتي عشان انا اوريدي عندي اكونت، فانا هخش بالاكونت بتاعي حاليا وهوريك ازاي ممكن تربط منتج بالستور بتاعك. وكده احنا نعتبر دخلنا على الداشبورد بتاعتنا. سيبك بقى من كل الكلام اللي هنا، بس طبعا شوبيفاي طبعا هو مليان، ما اقدرش انا اقوله فيديو واحد ايه كل الحاجات اللي فيه، بس انا هوضح لك انت ازاي بتربط الشراب بتاعك او المنتج بتاعك للستور بتاعك. هنيجي هنا عند برنتفاي وتقول له جت دي اب. تعالى احنا نشوف، احنا ممكن اصلا يكون عندنا هنا في الابس برنتفاي اصلا اوريدي موجود عندنا. نقول له بس ابديت ميك يور ستور اي كومبلاينت ان ذا يو اي. في هنا ماي برودكتس، في حاجات انا كنت اوريدي عاملها زي ده، بس خلينا ان احنا نقول له احنا عايزين نجيب المنتج التاني. فهنا جت دي اب، وفي الاخر لقينا الشراب كده كونكتد بالستور بتاعنا. فهو بيقول لك هنا ستارت ببلشنج، ستارت ببلشنج واحده واحده كده. هنا هتقول له بس your new listings are optimized with AI. بشكرك جدا. كونفيرم ان هو ده الحاجه اللي انا عايزها، وادي اللوجو بتاعنا لو انتوا واخدين بالكم. تمام. وده الكلام اللي هيتكتب على الويب سايت. ما تغيرش حاجه دلوقتي، خليك ايه، اتفرج بس هو هيعمل ايه. بعد كده نعمل ببلش وهنسيبه، وخلينا نشوف هو لوحده بيعمل لك ويب سايت شكله عامل ازاي. هو كل بيقول لك usually takes a few minutes to publish a product to your store. In the meantime why not create some more. يعني عايزك تعمل شويه منتجات تانية، يعني سيبك من ده. هنستنى 3 دقايق والستور بتاعنا هيبقى جاهز. فبعد ما استنينا 3 4 دقايق لقينا البرودكت خلاص موجود، وهو هنا بيعمل لك ابلودنج ايمجز. وكل اللي عليك تعمله لو رحت على برودكتس هنا مثلا هتلاقي ان هو موجود واكتف. انفنتوري نوت تراكت، هو لسه شويه لسه بيعمل ابلود، لكن لو اتكيت عليه كده هتلاقي ان ده بقى شكل الويب سايت بتاعك مور اكشن. تعالى بقى نشوف فيو، نتك على كلمه فيو وهنشوف هو عمل لك ايه. بقى عندك ويب سايت كامل متكامل. طبعا الديسكريبشن محتاج يتظبط، هتحط صور هنا، هتعمل لك شويه حركات كده ظريفه عشان في الاخر يبقى عندك ويب سايت شكله حلو. مجرد ما حد بيطلب منك اوردر، طبعا السعر ده مش هتحطه كده لان ده سعر هو بينصحك بيه، انت ممكن تحطه ب $25. ومجرد ما حد يطلب منك اوردر، انت في الاخر بتبدا ان انت تروح لبرنتفاي. يعني مثلا هنا في الاوردرز هيجي لك اوردر هنا، كل اللي عليك تعمله انك هتدفع تكلفه المنتج نفسه، التكلفه بتاعته اللي هو $7 ولا $4 الشحن، بعد ما الفلوس بتجيلك. بس طبعا بيكون في فرق توقيت. يعني مثلا انت حد طلب منك اوردر ب $25 بيجيلك بعد مثلا 7 ايام، فانت محتاج يبقى معاك كريدت كارد تعرف تدفع بس التكلفه دي، وبالباقي لحد ما ايه واحده واحده العجله بتمشي، فبيبقى عندك كاش تقدر تدفع من الفيزا بتاعتك او بحساب بايونير بتاعك. وطبعا انت زي ما احنا اتفقنا في الاول، انت من مينيا شفت الاعلانات اللي الناس اشتغلت بيها على الشرابات عشان تبقى عارف تعمل اعلان شكله عامل ازاي على فيسبوك او على تيك توك او على انستجرام، ايا كان البلاتفورم اللي هتستخدمه. فانا مش هطول عليكم اكتر من كده، انا بس حبيت اوريكم ازاي انت ممكن تعمل منتج وويب سايت في اقل من تلت ساعه، وفي الاخر انت كده بقى عندك بيزنس اونلاين تقدر باعلاناتك تعمل منه $5000 $7000 $10000 في الشهر. انت شطارتك ومجهودك وشغلك. ودي كانت تعتبر اول حلقه من حلقات اللي المنتجات الغريبه اللي ممكن تعمل لك ملايين. ولما بقول لك ملايين انا عارف انا بقول لك ايه كويس قوي. ويا رب اكون فدتكم او استفدتوا من البيزنس ده، واشوفكم الفيديو الجاي.